السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعيني في كل مكان، أتمنى دايما تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. هنجهز كده مع بعض الكنافة بالكاستر بطريقة سهلة إن شاء الله، ومكونات بسيطة جدا بس بجد طعمها تحفة جدا. حلوة كده سهلة وسريعة وبسيطة ووفيرة جدا في الوقت وكمان في المكونات. هتعمليها هتتظبط معاكي من اول مره وطعمها فعلا يجنن. هتستخدميها كده في العزومات وهتشرفك باذن الله. يلا نسمي الله. واول حاجه هنجهزها الشربات بتاعنا، وشربات الكنافه تقيل وبارد. هنستخدم كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وهنستخدم كمان عصره ليمونه. بس كده، دي كل مكونات الشربات بتاعنا علشان يكون بارد وتقيل. تمام كده. يبقى انا ضفت دلوقتي كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه وعصره ليمونه. حابه بقى تحطي معلقه عسل جلوكوز لو عندك، تمام ماشي، هتحطيها في الوقت ده. تقدر تستبدليها بمعلقه كبيره من عسل النحل. ما فيش عندك هتعملي زي ما انا عملت كده بالظبط، وتستكفي بالمكونات دي. على النار بقى لمده 7 دقايق كده لغايه ما يغلي معاكي. تبداي ان انتي تفضيه في البوله صغيره علشان يبرد معاكي ويكون جاهز خلاص. هسيبه بقى على جنب كده، وابدا ان انا اجهز الكنافه بتاعتي اللي انا حطاها اصلا في الفريزر من قبلها بيوم، علشان تكون متجمده معايا زي ما حضراتكم هتشوفوها كده. هي كده جاهزه معايا، حوالي نص كيلو من الكنافه. هبدا ان انا افرمها بايدي، انعمها خالص على قد ما اقدر. ودي اوفر طريقه، لان انت تفركي الكنافه كده وتفرميها تبقى ناعمه معاكي جدا. حابه تستخدمي بقى المقص، حابه تستخدمي الكبه، ده يرجع لك انت. بس بجد الطريقه دي اسهل واوفر طريقه ان انت تفرمي الكنافه بيها. هنفرمها كده بايدينا. بصوا هي اصلا بتبقى بتفرم نفسها اصلا لوحدها كده. حاول بقى ان انا انعمها كده زي ما حضراتكم شايفينها. خلاص هي كده جاهزه معايا. هضيف بقى عليها معلقتين كبار من السكر البودر، ويا ريت يكون سكر بودر. وهضيف كمان ظرف من الفانيليا البودر. بس كده. وهقلبهم بقى بالمعلقه كده تقليبه سريعه. وفي الوقت ده بكون مجهزه 3/4 كوبايه من السمنه، بسيحها كده على حمام مائي علشان تكون دايبه معايا، علشان تسهل معايا الشغل بس مش اكتر. هضيف بقى السمنه كده على الكنافه. ويا ريت بقى لو عندك سمنه بلدي تضيفي عليها معلقتين، بيبقى طعمها تحفه جدا. كل السمنه اهو نزلتها على الكنافه، وهبدا بقى ان انا اغلف كل الكنافه بالسمنه بتاعتنا. اغلفها تغليفه كويسه جدا كده بايدي. وعلى طول هجهز الصينيه بتاعتي، الصينيه مقاس 28. هبطنها كده بمعلقتين 3 من السمنه، واغطيها كده بالفرشه. وبعد كده هضيف نص كميه الكنافه بالظبط. الكنافه احنا هنعمل طبقتين من الكنافه، طبقه اولى وبعد كده حشو الكاستر وبعد كده طبقه عليها من الكنافه. فانا هجيب نص كميه الكنافه اللي احنا جهزناها مع بعض واحطها في قاع الصينيه، واحاول ان انا اسكنها بايدي كويس جدا. وانا بشتغل كده احاول ان انا اعمل حرف من الكنافه على جوانب الصينيه، علشان طبعا طبقه الكاستر ما تلزقش في جوانب الصينيه وتتحرق مني اثناء التسويه. هضغط كده بايدي كويس جدا، واحاول بقى ان انا اظبط كده الطبقه بتاعتنا ما تبقاش سميكه ولا بتبقى رفيعه قوي يعني. حاولي ان انت تظبطيها كده بايدك، ما يبقاش فيه جنب عالي عندك وجنب منخفض. هي كده جاهزه معايا وتمام زي الفل. هنجيب بقى صينيه اصغر منها واحاول ان انا اسكنها بالصينيه، هتظبط لي الشكل اكتر، وكمان هتظبطه لي ان هو يبقى كتله واحده ما يتكسرش مني اثناء التسويه. الحركه دي مهمه جدا علشان تظبط لك طبقه الكنافه بتاعتك. كده هي جاهزه معايا اهو، بقى شكلها متناسق جدا وناعم جدا زي ما حضراتكم شايفين. هنحضر بقى الطبقه التانية. هنستخدم 3 كوبايات من الحليب او اللبن، ومعاهم هضيف 3 معالق كبار ونص من الكاستر. تقدري تستبدليه بالنشا العادي وتبقى معاكي مهلبيه. هضيف كده 3 معالق كبار ونص. وهنا الكاستر ما بنضيفش ليه اي سكر، لان طبعا الكنافه بتاعتنا لسه هنضيف لها الشربات بتاعها فهتبقى مسكره. فيستحسن ان الحشو بتاعنا ما يبقاش فيه اي نوع من السكر خالص. هقلبهم بقى على البارد الاول تقليبه سريعه كده علشان ما يبقاش معايا اي تكتلات. وهبدا ان انا احطهم على النار، نار متوسطه كده لمده دقيقتين 3 لغايه ما القوام يتقل معايا. كل ده وانا بالتقليب مستمر. ما احاولش ان انا اوقف ايدي خالص من التقليب علشان ما يبقاش معايا اي تكتلات خالص. على النار اتفقنا 3 4 دقايق لغايه ما القوام يتقل زي ما حضراتكم شايفينه كده بالظبط. على طول
هنفضيه في الطبقة بتاعتنا الكنافة على الصينية على طول كده وهو سخن عادي. وهبدأ بقى بالاسباتيولا كده افرد طبقة الكاستر بتاعتنا، واحاول ان انا ما اروحش عند الاطراف بتاعة الصينية. والحرف اصلا اللي انا عملته من الكنافة هيمنع ان طبقة الكاستر تروح عند جوانب الصينية بتاعتنا. احاول بس ان انا اظبطها كده علشان تكون ما يبقاش فيه حتة عالية وحتة منخفضة، تكون كلها في مستوى واحد. وهنجيب بقى الجزء التاني من الكنافة وهبدأ ان انا احطه كده على طبقة الكاستر بتاعتنا عادي جدا، ما تقلقيش خالص، سهلة جدا وبسيطة، وفي النهاية طعمها تحفة بجد وسريعة ومنجزة جدا في الوقت. مكونات ان شاء الله بسيطة خالص عندك في البيت، يعني مش هتتعبي في اي حاجة بإذن الله. هنغطي بقى كل كمية الكاستر كده بالكنافة بتاعتنا بحيث ان انا ما اسيبش اي قطعة من الكاستر باينة. اغطي كويس وبعد كده هسكنها بايدي ما تقلقيش. تمام كده زي الفل اهو. اغطي بس اي حاجة من الكاستر ما تبقاش عندي باينة، وبايدي كده بطبطب عليها بالراحة جدا علشان طبقة الكاستر طبعا تحتها. بالراحة جدا كده بسكنها بايدي واغطي كل الكاستر بتاعنا. في الوقت ده بكون بقى مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وبحط الصينية بتاعتي في قاع الفرن لغاية ما تحمر وجوانبها كده تبقى لونها اصفر كده اشقر. بطلعها على الشواية على طول، يعني تسويتها ما بتاخدش منك وقت، بس لازم تكوني اخده بالك منها. كده تمام، هي جاهزة معايا. هندخلها بقى الفرن زي ما اتفقنا مع بعض كده على درجة حرارة 200 على قاع الفرن 3-4 دقايق كده. انت بتبشريها بتشوفيها طبعا لما بتحمر بترفعيها فوق على الشواية. كده هي جاهزة معايا خلاص، لونها زي الفل. اول ما طلعت من الفرن وهي سخنة على طول بصب عليها السيرب البارد اللي احنا جهزناه في الاول مع بعض. هننزل بقى كده بنص تقريبا نص كمية السيرب، اغلف بس كل الصينية من فوق كده بالسيرب بتاعنا، لان طبعا لسه هنصب عليها لما نقلبها. تمام كده احاول ان اغلف كل الكنافة بتاعتنا بالسيرب علشان تبقى طعمها كويس. ومن الجوانب كده من الاحرف بتاعتها دي بنزل برضو السيرب من الاحرف بتاعتها. تمام كده خلاص هي جاهزة معايا من الوش ده. هبدأ بقى ان انا اقلبها على الوش التاني علشان برضو اسقيها من السيرب. بصوا بقى تحفة بجد. خلاص قلبناها كده في طبق التقديم بقى على طول، وهبدأ ان انا اصب عليها باقي كمية السيرب بتاعنا. كمية السيرب اللي احنا جهزناه في الاول الصينية دي اخدتها كلها، وكان طعمها حلو جدا مش مسكرة خالص. حابة ان انت تقللي بقى عن كده ده يرجعلك انت. بصوا شربت كل السيرب، لونها تحفة بجد. يعني كده حاجة عظمة عملتيها ما خدتش منك ربع ساعة. واي تزيين عندك، انا استخدمت فول سوداني، اي تزيين عندك بقى يرجعلك انت. حابة ان انت تسيبيها كده مفيش مشكلة. هنبدأ بقى ان احنا نقطعها مع بعض. طبعا كل ما نسيبها تبرد كل ما يكون احسن. هنقطع كده الجزء بتاعنا ده. بصوا بقى شكلها والوانها وطعمها بجد خطير جدا. طعم الكاستر مع الكنافة روعة بجد. بصوا بقى شكلها ولونها. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. شكرا للمتابعة ودايما يا رب في احسن حال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.